السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم عبد الله. طبعا قبل سنتين سنة 2023 أنا تقريبا عمري 17 إلى 16 سنة، وكنت بالصف الثالث متوسط. يعني كانت مرحلة ختامية إلي بالمرحلة المتوسطة. كان المفروض إنه يتصور قبل سنتين من تاريخ اليوم، فاللي منعني الموضوع احنا بيها بما انه امتحانات ثالث متوسط بدت، حبيت اشارككم في الشيء راح يفيدكم جدا، وخصوصا طلاب الثالث متوسط عن تجربة كانت فايدني كلش هواية. فالشيء هذا راح اشوفكم اياه هسه. هاي الملزمة مثل ما قلت لكم المفروض قبل سنتين اصور هذا المقطع، لان مثل ما تشوفون تاريخ هاي الملزمة شو وقت صارت. يعني أنا كملت الملزمة قبل سنتين، وهاي الأيام القليلة قدرت أستنسخه وأسويه كنموذج مجرب حتى أشوف شكل الطبعة واللون والجودة مالته شلون صاير. لأن أنا كان استخدامي للملزمة أو كانت طريقة التصميم يعني خارج برنامج المايكروسوفت، وتحديدا برنامج الوورد، يعني كان بعيد كل البعد عن هذا البرنامج. ومثل ما تشوفون هاي الجودة، شوف ايش حالاتها. هاي ملزمة الاجتماعيات الصف الثالث متوسط، مثل ما تشوفون الجودة شلون صايرة. الصفحات كلش قليلة ومرتبة بشكل جدا احترافي وبسيط، يعني تصميم بسيط جدا، بس راح يسوي لك واس بالقراية. ما طول باقي على الامتحان ايام قليلة، يعني بداية ثاني يوم من الشهر التاسع ان شاء الله. فحبيت افيدكم بهاي الملزمة اللي بعد ما تقروها وتستفادون منها راح تلقون اكو اختبارات على شكل فراغات، وانتو تقدرون تختبرون روحكم بيها وتختبرون حفظكم. مثل ما تشوفون هاي نفس هذا السؤال، وتقدر نفس هذا النمط وتقدر تختبر روحك بيه وتكتب هنا بالقلم الرصاص او القلم الجاف حسب رغبتك انت. ومثل ما تشوف هنا على شكل لعبة انا وياك، تصميم يعني يسوي لك واس بالقراية وبالحفظ ايضا. هنا على شكل لعبة، مثلا اني اجاوب على سؤال والسؤال الثاني يصير حصتك انت اللي تجاوب عليه، وان شاء الله تستفادون منه. فسعر الملزمة راح يكون اذا حاب تشتريها PDF او ملزمة جاهزة ومطبوعة وكاملة، راح يكون سعرها 5000 دينار عراقي. وموجود كل وسائل الدفع، اذا شت حاب تشتريها بماستر او رصيد، كل الهلا بيكم وحياكم الله. هاي الملزمة من الصف الثالث متوسط، ما عليكم بالتاريخ لأن هي من قبل الاجتماعيات ثابتة وما به أي حذف أو إضافة جديدة للمنهج. وراح تكون على شكل وحدتين مثل ما مكتوب، وحدتين بدون الوطنية، لأن الوطنية باعتبارها فالشي مو كل الضروري، بس راح تحتاجها بالامتحان الأخير. راح يجي سؤال أو سؤالين أو فرع مخصص له يجي عليها على شكل كم سؤال راح تجاوب عليهم. فانت ايش راح تسوي؟ راح تلخصها بورقة وقلم، وانا عايف لك هنا مثل ما تشوف انا عايف لك هنا الباركود اللي حتنزل بيه البرنامج، ومن خلاله راح تفتح البرنامج وتلقى الملخص مال الوطنية همينه. اني كنت متقصد ما احط لك اياه لان حتى تكون اوراقه قليلة ومو صعبة عليكم. مثل ما تشوفون الضروريات وكل اللوفات انا ضفتها، من خلال اذا كان سؤال او تعليق انا ضفتها وراح يكون الجواب نفسه. ان شاء الله تستفادون. وبعد ما شفتوا هاي الملزمة اتمنى تستفادون منها ان شاء الله وتحققون على درجات، وتقدرون تعتمدون عليها كمراجعة مركزة
للامتحان النهائي أو للطالب الجديد اللي استوى ناجح للثالث متوسط ويقدر يعتمد عليه خلال العام الدراسي الجديد. لأن مثل ما تشوفون المنهج نفسه وكل شيء متغير منه، فقط موعد نزول الملزمة كان كلش قديم قبل سنتين. مثل ما قلت لكم بالبداية لأن قبل سنتين كان عمري تقريبا 16 سنة إلى 17 سنة، وهسه صار عمري 18 سنة. يعني عقلي يفرز سيناريوهات مختلفة، وكل سيناريو يختلف عن الثاني، فيصير عندي خربطة وقمت أأجل فترة ورا الثانية وفترة ورا الثانية لحد ما صار عمر هاي الملزمة سنتين تقريبا. إن شاء الله استفادتوا هاي الملزمة، وأتمنى تشاركوني آراءكم بعد تجربتكم من هاي الملزمة. وأدري طولت عليكم، بس كان شرح ضروري لهاي الملزمة بشكل عام، وإن شاء الله تستفادوا منه.